قضت محكمة استئناف عالي الأسرة بتخفيض نفقة متعة طليقة رجل الأعمال محمد أبو العينين من 30 مليون جنيه إلى 6 مليون جنيه و500 ألف. قدم رجل الأعمال محمد أبو العينين التماس أمام محكمة استئناف عالي الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس يطلب فيه تخفيض مبلغ نفقة المتعة لطليقته، والصادر بحكم من محكمة المستأنف بإلزامه بدفع 30 مليون جنيه. وقبلت المحكمة الالتماس وقضت بتخفيض المبلغ المتقدم وقيمته 6 مليون و500 ألف جنيه. كانت محكمة استئناف عالي الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس قبلت الاستئناف المقدم من معتز الدكر وكيل طليقة رجل الأعمال محمد أبو العينين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة أسرة قصر النيل بإلزام رجل الأعمال محمد أبو العينين بدفع 3 مليون و600 ألف جنيه نفقة متعة. قدم معتز الدكر ما يفيد يسار المدعي عليه، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف وتزويد نفقة المتعة إلى 30 مليون جنيه، إلا أنه قدم التماس على الحكم لكونه حكما نهائيا، وقبلت المحكمة الالتماس وأصدرت حكمها المتقدم بإلزامه بدفع 6 مليون جنيه و500 ألف جنيه.